أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد بالتفاصيل: عمرو دياب يشعر الجامعة الأمريكية بآل فاكرينك وميدلي لأشهر أغاني الألفينيات. في ليلة استثنائية أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا أسطوريا بالجامعة الأمريكية ليواصل تصدره مشهد الحفلات في مصر والوطن العربي على مدار أكثر من 40 عام. وبدأت أجواء الحفل مبكرا، ورغم الاهتمام الجماهيري بمباراة القمة احتشد جمهور الهضبة بالآلاف في الشوارع المحيطة بمقر الجامعة الأمريكية. وقبل انطلاق الحفل مباشرة كان الحضور قد ملأ حرم الجامعة بالكامل في مشهد يعكس حجم الشعبية الجارمة. وبلغ التفاعل ذروته مع عرض الفيلم التمهيدي القصير عن المسرح، والذي أشعل حماس الجمهور قبل الظهور المنتظر. ومع اللحظات الأولى لصعود عمرو دياب خطف الأنظار بإطلالة شبابية مميزة، وافتتح الحفل كعادته بأغنية يانا يالا وسط هتافات مدوية. وقدم عمرو دياب خلال الحفل الذي حمل عنوان الحكاية مزيجا متوازنا من أغاني جمع فيه بين النجاحات الحديثة والكلاسيكيات، متنقلا بسلاسة بين محطات مختلفة من مشواره الفني. وفي البداية قدم مجموعة من أغاني الحديثة ذات الإيقاع السريع والتي رفعت حرارة الحفل مبكرا، مثل خطفوني وبابا وبحبه. ثم انتقل إلى مساحة أكثر رومانسية، حيث تفاعل الجمهور بشكل لافت مع أغاني وغلاوتك راجع ياه ويهمك في إيه. وفاجأ الهضبة جمهوره بتقديم أغنية الفاكرينك، والتي لم تطرح رسميا منذ سنوات طويلة. كما قدم باقة من أشهر أغاني حقبة الألفينيات التي يحرص جمهور حفلات الجامعة الأمريكية على سماعها، ومنها وهي عاملة إيه وأيامه بنعيشها ومعاك بجد وكان طيب وقصاد عيني. وكعدته أشعل المسرح بمدلي من أشهر أغانيه، منها قمرين، العالم الله، نور العين، وليلي نهاري، في أجواء راقصة تفاعل معها الجمهور بحماس كبير. وحرص أيضا على تقديم أغانيه المرتبطة بإعلاناته الأخيرة، مثل ناقصاك القعدة وشكرا من هنا لبكرة. واختتم الهضبة حفله الكبير بأغنية شايف قمر، التي أصبحت واحدة من أيقونات الرومانسية وسط أجواء مبهرة لاستعراضات الألعاب النارية. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.